أنا شخصيا أعوذ بالله من قول ثاني مبرمج على أساس تخريب البلاد. ايش قلت يا حبيبي؟ تخريب البلاد. وعد عينك الله لا انت ولا جاي. مقبولة. استعملنا كل وسائل باش الوسواس الخناس يدخل في الوسط. الله يعطيك الصحة. هكا هذا هو الكلام الحلو. يا أخي العقل يقول أن البلاد ما بقاوش فيها دراهم وممكن الشهر جاي ما تخلصوش. وعلاش اسيبوا حاجه ولا سميتو؟ لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس بما لا تنسج. انت راك شعلة، انت راك طاقه متجدده. واضحة يعني. برافو برافو برافو. هكا هذا هو الكلام الحلو. هذا هو الكلام اللي يشجع. الكابوس هذا تهنينا منه والحمد لله. وعدي كويتي. ما نجيش ندير الموس في الدبرة. اسمح لي ارفع لك القبعة. ندخل في صلب الموضوع. صلب الموضوع هو بدينا ننتج الزيت نتاعنا. او ماي جاد. وان شاء الله السنة المقبلة تشوفوا مفاجآت أخرى. والله يدير تسوي ديال الخير ان شاء الله. هلا قول. السنة المقبلة ننتج السكر نتاعنا. هادشي كاين. واضحه يعني. حلف لي بالله. والله العظيم اقسم بالله. يعني ما نعطيكمش التفاصيل تاع الضبابيه وتاع وصلنا الى ما يقارب 25,000 شركه وهميه. بلادنا بدات تخطو خطوات عملاقه. دخلنا عليك والله. شيء رهيب انا نقول لك. اي شد روحك مليح. الامم المتحده معترفه ان الجزائر كانت فيها 100 دار تاع طوب وفيها خيام نتاع اللاجئين اللي جابهم الجفاف من دوله مجاوره والجي جي اف. انت تتكلم جد؟ الواقع هذا هو. لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. الجزائر كانت تداس بالاقدام وفخورين بها. برافو عليك، ما عندي مثال. لما نوصف بلادي نوصفها باوصاف بائده اكل الدهر عليها وشرب وغسل يديه. غادي زولي انت. يسمحوا لنا اللي ما يامنوش بهذه الامور احنا نامنوا بها. لا اله الا الله. الجزائري وصلت عار على البشريه. ايوه قلتش حاجه انا بقى. يعني حتى الخصوم تاعنا ما همش فاهمين واش صرا في هذه البلاد هذه. زعزع استقرارها الى يومنا هذا. ونعرف بلي تقهقرنا. راك خليتها علينا ولد عمي، راك خليتها ابن عمي، راك خليتها، راك ما خليت دولة ما زرتهاش وما يكسرهاش بابها الحلو بالنمل. احنا ماذا بينا كل جزائري وكل جزائرية يكره بلاده وتزيد هذه الكراهية تزيد توصل من جيل لجيل. انت شفت بولي؟ قضينا على ما يقارب 54,000 عائلة رحلت إلى تندوف، ولكن بصفة منظمة مش بصفة فوضوية. هذه هي التنمية الحقيقية وتصبح المداخل أوفر. الله يعطيك الصحة. 5,000 مليار دينار. تبارك الله. الحمد لله. دابا راه خصك تعشر عليهم. كل شيء يدبر بليل ويدبر تحت الطاولة في فنادق فخمة وفي شراء عقار وفي ربنا يبارك ويزيد، والنبي ما تبقاش تقول الناس بتقر الايام دي عن معروف. ان شاء الله. اذا هذه هي الحوكمة الحقيقية. هكا هذا هو الكلام الحلو. هذا هو الكلام اللي يشجع. وكل من يريد ان يطلع على اي شيء يدرك على زر تجيه كل المعلومات. شيرة بدل بساعة أخرى. إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقعه. والله ما كتقادوا بالرب ما كتقادوا. هذه تربيتنا. السيارة البرقاقة مع أمك. واذكر الجزائر وصغار ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركع. انا رجال بحط راسه.